في نفرق ما بين اللي بيستخدم مواقع إباحية وهو مش مدمن، ده حاجة، واللي بيستخدم مواقع إباحية وفيها إدمان. الشخص ده هو ده اللي المخ عنده فيه مشكلة ومستعد للإدمان. في حاجة كمان، الطفل اللي هيتولد ده من أم مدمنة وغالبا أب مدمن، هيبقى البيئة اللي هيتربى فيها شكلها إيه؟ مرحبا بالجميع. إذن أرحب بكم في لقاء جديد، هذه المرة مع ضيف جد خاص، الدكتور نادر عطلة. الدكتور نادر هو طبيب أسرة وطبيب مختص في الإدمان، ممارس بكندا، ولكن قبل هذا كان الدكتور نادر طبيب نفسي ممارس بمصر. الدكتور نادر لديه قناة رائعة أنصح الجميع بمتابعتها، خاصة طلبة علم النفس وطلبة الطب النفسي. سأضع رابط القناة في صندوق الوصف. إذن أرحب بك مرة أخرى دكتور، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بيك، متشكر على الدعوة الجميلة، متشكر بيك خالص. شكرا. طيب، ليتسنى للمشاهد أن يتعرف أكثر على التخصص والمسار الدراسي. يعني نريد أن نتعرف أكثر على هذا المسار والتجربة في مجال الطب النفسي ومجالات أخرى. أنا الدكتور نفسي بقالي في المجال ده 15 سنة. اشتغلت في الطب النفسي والعلاج النفسي بدرجات مختلفة. يعني كنت في مصر أخصائي أمراض نفسية، بعد كده هاجرت لكندا اشتغلت معالج نفسي. والفرق ما بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي هو إن المعالج النفسي بيعالج بالكلام فقط، الطبيب النفسي بيعالج بالكلام وبالأدوية. بعد كده اتخصصت في طب الأسرة، بعد كده اتخصصت في طب الإدمان، وحاليا بعمل الثلاثة مع بعض. يعني بعمل علاج نفسي لأن عندي تريننج فيه، وبعمل طب الأسرة وبعمل علاج للإدمان والعلاج النفسي برضه. فالأسبوع بتاعي يعني بيبقى متقسم، وأنا حاليا عايش في أونتاريو بكندا. طيب، حتى فقط ملاحظة، الدكتور نادر لديه قناة رائعة سأضع رابطها على الوصف. أتمنى فعلا حتى من طلبة علم النفس وطلبة الطب النفسي أن يشاهدوا هذه القناة، لأنها جد رائعة، سو انفورماتيف، وفيها معلومات دقيقة وجميلة، وأيضا حوارات رائعة. الآن سأدخل في موضوع الحلقة. إذا دكتور، نحن أخذنا قرار أن يكون يعني موضوع الحلقة عن الإدمان. يعني سأبدأ بأول سؤال بسيط وهكذا واضح: ما هو تعريف الإدمان؟ يعني وما أنواعه؟ بص يا ياسين، ببساطة احنا بنعرف الأمراض عن طريق أعراضها. يعني مثلا لما تقول لي عرف السكر، هقول لك السكر نسبة السكر بتزيد، بيحصل فيه مشاكل بالطريقة دي، بيبقى الكومبليكيشن بالطريقة دي، واتكلم عن الأعراض بتاعته. في الإدمان نفس الموضوع، وفي الأمراض النفسية. الإدمان تعريفه هو مرض معقد، complex disease. برايمري، يعني ايه برايمري؟ يعني هو مرض بيكون في بعض الاشخاص عندها استعداد ليه، وبعض الاشخاص ما عندهاش استعداد ليه. زي السكر، في بعض الاشخاص عندها استعداد لان يجي لها مرض السكر ويزيد نسبة السكر. برضو في الادمان في ناس بتبقى عندها استعداد يجي لها المرض ده. المرض ده لما بيأثر على مركز المكافأة، وبيأثر على مركز التحفيز، ومركز الافكار والاحلام والذاكرة. ولما بيأثر المرض ده لو ما اتعالجش ممكن يؤدي إلى الموت في سن صغير، اللي هو بنسميه بريماتيور ديث. وبنسمع في أطفال، في شباب كتير بيموت في سن صغير لأن هو أوفر دوز، أو خد كمية مخدر عالية، أو جاله فشل في الكبد أو في الكلى أو في القلب بسبب المخدرات اللي بيدمنها. بالنسبة للأعراض، احنا خلاص يبقى هو مرض بيحصل في المخ، معقد، بيأثر على مركز أساسي في المخ اسمه مركز المكافأة. ومش بس المركز ده بيأثر كمان على مركز التفكير ومركز الإحساس والمشاعر والأحلام والذاكرة والقرارات. عشان كده هو بيبقى ليه تأثير سلبي كبير على حياة الإنسان. كأعراض بقى، احنا عشان نعرفه هنقول الأعراض. الاعراض الاولاني ان انت الشخص اللي بيدمن اي حاجه ده بيبدا يركز عليها ويكسكلود الحاجات التانيه، يستبعد الحاجات. فتلاقيه ما بقاش يهتم بشغله، ما بيهتمش بدراسته، بيغيب كتير، ما بيهتمش بزوجته لو متزوج، ما يهتمش باطفاله. فقله الاهتمام ده بالحاجات اللي موجوده في الحياه عامه، ده من الاعراض. رقم اتنين في الاعراض برضو ان هو يبدا يفشل في العمل او المدرسه او البيت،
يعني دوره كمدرس يقل مثلا، او دور كأم لو هي مدمنه للكوكايين مثلا تلاقيها مش قادره تاخد بالها من ولادها، وهكذا. يبدا يخش في مشاكل، ده العرض الثالث، يبدا يخش في مشاكل مع مديره في الشغل، مع مراته، نتيجه ان هو بيبقى انتوكسيكيتد او واخد المخدر ده بيأثر عليه وعلى قراراته، فممكن يبقى امبالسيف اجريسيف عدواني شويه، او متبلد المشاعر شويه. في العموم هيخش في مشاكل لأسباب مختلفة بسبب الإدمان. ده عرض رقم ثلاثة. رقم أربعة إن الشخص المدمن أيا كان بقى، كحول، هيروين، كوكايين، أيا كان، هتلاقيه بيستخدم المادة المخدرة دي في أوقات المفروض ما يستخدمهاش فيها. يعني ممكن تلاقي يشرب حشيش ويكون هو عامل في مصنع ويروح يشغل لي آلة خطيرة، يعني ممكن تقطع ايده ولا تعمل مشكلة في المصنع، وهو انتوكسيكيتد او واخد جرعه عاليه من الحشيش، او درايفنج اندر انفلونس اللي هي يبقى يشرب كحول ويبقى سكران ويسوق ويعمل حادثه يموت فيها ناس، هو يتبهدل، العربيه تروح منه، وهكذا. فانت يوزنج في سيتويشن هي فيزيكالي دينجرس بتحصل. رقم خمسة الكريفنج، اللهفة، يعني اللي هو الحب الشديد للحاجة. احنا كلنا بنحب، في ناس بتحب الرياضة، وفي ناس بتحب العمل، وفي ناس بتحب الرسم، وفي ناس بتحب شغلها، وفي ناس بيحب عياله، بس ده هيبقى عنده حب شديد جدا اعلى من درجات الحب المختلفة للحاجات التانية اللي في حياته، واللي احنا هنسميها لهفة شديدة. واللهفة دي بتيجي في صورة نفسية also، وبتيجي في صورة عضوية. يعني تلاقيه لما يفتكر المادة المخدرة قلبه يدق بسرعة، تلاقيه بيعرق، تلاقيه بقى ريستلس ومش قاعد على بعضه. عارف اللي هو بيحب واحدة وأوقات دخلت المكان فتلاقيه مش على بعضه، يبقى هو المدمن لأي حاجة هو برضه بيبقى قاعد مش يعني على بعضه، اللي احنا هنسميها اللهفة أو الكريفنج. رقم ست، شوف هم يعني عشان أنا ما توهكش، هم 11 عرض. لو أنت عندك ثلاثة أو أربعة منهم هنسمي ده مريض يعاني من مرض الإدمان. يبقى احنا قلنا اللي هو هيبدا يقل الاكتيفيتيز بتاعته، هتقل في الحياه، هيبدا البرفورمانس والبرودكتيفيتي بتاعته، انا عاوز اقلل العربي على قد ما يعني، يحصل فشل في الدراسه وفشل في العمل وهكذا، هيبدا يخش في مشاكل، هيبدا يستخدم المواد المخدره في اماكن المفروض ما يستخدمهاش زي السواقه مثلا، هيبدا يبقى عنده لهفه، هيبدا يقضي وقت كتير. نقطه الوقت دي مهمه في تشخيص مرض الادمان، ان هو قاعد 8 ساعات يوميا في الموضوع، 8 ساعات بيفكر في المادة المخدرة، وبيستخدم المادة المخدرة، وبيريكفر او بيشفى من تأثيرها. ما انت هو بقى دلوقتي سكران قاعد بقى له 3 4 ساعات بيفوق من التأثير ده، فانت تلاقي في وقت كبير في اليوم ضايع، يجي 8 10 ساعات هو بس بيفكر وبيحاول يجيب المادة المخدرة وبيضرب المادة المخدرة وبيقلل الأعراض بتاعتها وهكذا. عرض تاني برضو التوليرانس، اللي هو ودي نقطة مهمة، اللي هو جسمك يتعود على الحاجة. يعني انت النهاردة بتاخد سيجارة حشيش، هاجي اشوفك كمان 6 شهور هتبقى بتاخد 5 سجاير حشيش في اليوم، بتاخد جرام هيروين، بعد سنة هيبقى 2 جرام هيروين، 3 جرام هيروين، وهكذا، لان جسمك بقى متعود على الحاجة فبقى محتاج جرعات اعلى. رقم 8 اعراض الانسحاب، ان انت لما تبطل حد نصحك او انت لاحظت، ابتديت تلاحظ ايه ده، انا عندي حياتي كلها بتتدهور بسبب الماده المدمنه دي اللي بتسبب الادمان دي، ابطلها، تلاقي نفسك بتمر باعراض انسحاب نفسيه او جسمانيه تخليك مش قادر ان انت تبطل، فبترجع تاني. رقم 9 ان انت يكون بتستخدم كميات اكتر من ان انت intended to use. يعني يعني انت مثلا بتقول ايه، لا انا خلاص هتوب بقى، النهارده هدخن سيجاره واحده، تلاقي نفسك دخنت العلبه كلها. بمناسبه الحلقه النهارده عن البورنوجرافي، انا هتفرج 5 دقائق، تلاقي نفسك بتتفرج ساعه. فانت بتستخدم كميه او وقت اكتر من اللي انت كنت بلاننج ليه. رقم 10 ان انت بتحاول تبطل ومش عارف، بتحاول تبطل ومش عارف. ده عرض من الاعراض. يعني انا لما بيجي لي مريض واساله حاولت تبطل كتير، عرفت مش عارف، ده اعرف ان ده مدمن. ده غير واحد تاني يقول لي لا انا شربت سجاره واسبوع وبطلت، ده مش مدمن للسجاير،
لان هو عارف يبطل. اخر حاجه رقم 11 ان هو بيستخدم الماده رغم انه عارف اضرارها. يعني هو عارف ان الكحول هيدمر له الكبد مثلا، وعنده تليف في الكل في الكبد، وعنده انزيمات الكبد عاليه، الا ان هو برضه مستمر. عارف ان ادمان الجنس مثلا ممكن يخليه يجي له ايدز او اس تي دي سيكشوال ترانسميتد ديزيز، لان هو مستمر برضه في الموضوع، ورغم الايه الاضرار اللي ممكن تحصل او اللي حصلت. فده ببساطه، انت قلت لي ايه الاعراض وايه تعريفه، ده هو ده الادمان وتعريفه. انواعه بقى ليه انواع كتيره طبعا، احنا عارفين من الافلام العربي والاجنبي، في المخدرات كحول، كوكايين، هيروين. بس الانواع الجديده من الادمانات اللي هي الادمانات السلوكيه بقى اللي انت سالتني عليها، زي ادمان الاباحيه، ادمان العمل، ادمان القمار اللي هو الجامبلينج، ادمان الشوبينج، الشراء، ادمان الاكل. دي ادمانات سلوكيه بقت تتصنف انها ادمان يعني. طيب دكتور، شكرا على هذا الشرح المستفيض. والآن سنتخصص في نوع من هذه الأنواع التي تحدثت عنها، والتي هي إدمان عن الإباحية. إذن سيكون سؤالي مباشر: هل يمكن اعتبار إدمان المواقع الإباحية إدمان حقيقيا وفقا للتعريف العلمي، أم أن هناك جدل ومدارس وآراء في هذا الموضوع؟ بص، هو في جدل في الادمانات السلوكيه كلها، في دايما حوار، ناس مؤيده وناس معارضه، الى ان الاغلب مؤيد للادمانات السلوكيه ان احنا ننزلها تحت الادمان. طب هتقول لي الاعتراض بيبقى على ايه؟ هما في مدارس بيبقى شايف ان انا مش هدخل حاجه تحت الادمان غير ما تكون بتعمل دي سنسيتايزيشن. يعني ايه دي سنسيتايزيشن؟ اللي هي التوليرانس، اللي هي ايه بالعربي؟ اللي هي تقل الحساسيه للحاجه. يعني انا هستخدمها النهارده زي الهيروين مثلا، هستخدم 1 جرام هيروين، بعد 6 شهور الجرام مش هيكفيني. ليه؟ المخ بقى قلت حساسيته للحاجه. اوكي؟ وهكذا، كلت حاجه واحده شوكولاته، لقيت حته شوكولاته مش كفايه، محتاج اكتر، محتاج اكتر. ممكن ادخل ادمان الاكل. ادمان الاباحيه. الناس يقول لك هو بيتفرج على الافلام، لا بيزود ولا بيقلل، لا، انت هتلاقي المده بتزيد والكونتنت بالمحتوى بيزيد في طرقه وانواعه واشكاله. يعني اللي بيخش يدمن، بس في نفرق ما بين اللي بيستخدم مواقع اباحيه وهو مش مدمن، ده حاجه، واللي بيستخدم مواقع اباحيه وفيها ادمان. احنا عندنا ال WHO اللي هي منظمه الصحه العالميه، هي عندها تصنيف كده للامراض. هي قالت لك انا هدخل سنه 2018، انا هدخل مرض جديد اسمه compulsive sexual behavior، اللي هو سلوك جنسي قهري. ايه السلوك الجنسي القهري ده؟ اللي هو مثلا الشخص اللي بيمارس عادة سرية بعدد كبير جدا لمدة طويلة جدا بصورة قهرية طول الوقت، اللي بيستخدم مواقع إباحية بصورة قهرية وعمال يزود كل يوم وبتدمر حياته وبتأثر عليه فأنا هسمي المرض ده، ما سميتش، ما نزلوش الاسم اللي هو بورن ادكشن يعني، أو إدمان الإباحية، هو سموها بصورة عامة إدمان للجنس عامة. لسه في حاجه اسمها DSM. انت يعني تخصصك في الحاجات النفسيه، عارف DSM؟ اللي هو Diagnostic Statistical Manual، اللي هو زي كتاب اللي احنا بنبقى كاتبين فيه الامراض. لسه ان انت بورن ادكشن ده مش نازل في الموضوع، الا ان هو حاطين كومنت كده ان انت يمكن ادراج الادمانات السلوكيه تحت الادمان، الا انها محتاجه انفستيجيشن اكتر. طيب، نرجع بقى الهيئه اللي انا انضم ليها، اللي هي كنديان سوسايتي اوف ادكشن ميديسن. ده كل المعالجين الادمان بيبقوا تحت الهيئه دي. وفي الامريكان سوسايتي اوف ادكشن ميديسن، الاثنين دول اللي هم اكبر هيئتين بينشروا ابحاث لطب الادمان، هم معترفين ان الادمان الاباحيه هو يعتبر من الادمانات الموجوده، وبتاثر على المخ نفس تاثير المواد المخدره، مش بنفس القوه الا انها بتاثر الى حد ما. أنا مثلا كشاب فرد في مختلف الأعمار، أشاهد هذا اللقاء الآن. كيف يمكن أن أستفيد من هذه المعلومات؟ كيف يمكن للفرد أن يشخص نفسه بأنه مدمن فعلا على هذه الأفلام الإباحية؟ اوكي.
لو ما يكون الأعراض اللي اتكلمنا عليها بتاعت الإدمان تنطبق عليه. واحنا نقولها تاني، ان هو بيقضي وقت كبير في انه بيستخدم المواقع الإباحية. بيبدأ المواقع الإباحية تسبب له مشاكل. لو هو متزوج بقى مش قادر يمارس الجنس مع زوجته او شريكة حياته وبيكتفي بالمواقع الإباحية، ما هي دي مشاكل. يعني انا هعرف في ادمان للميه مثلا؟ ما فيش ادمان للميه. ليه؟ لانها لا تسبب مشاكل، لانها انت ما فيهاش توليرانس، ما فيهاش كده. في ادمان الاباحيه بتسبب مشاكل، بتسبب ناس تفشل في الدراسه والعمل، بتسبب فشل في الدراسه والعمل. بتستخدمها في اماكن خطيره المفروض ما تستخدمهاش. انت هتلاقي في كندا وامريكا ناس كتير اتطردت من شغلها لان هو فتح مواقع اباحيه اثناء الشغل. وانت عارف هنا الكمبيوترز كلها بتبقى، اي شركه بتبقى عندها نتورك وناس بتعمل سكريننج. انت بتخش لان هم مش بيحاولوا يراقبوك، هم عاوزين يبقى كل اللي قاعد عندهم في الشركه بيبقى بيشتغل، مش قاعد بيلعب مثلا فيديو جيمز او بيلعب كده. فبيلاقي ناس انها بتخش على مواقع اباحيه فتسبب له شغل وممكن يترفد. فانت في ناس من كتر ادمانها حتى ال6 ساعات بتوع العمل هو مش قادر يبطل، فبيخش على الكمبيوتر او بيخش على النتورك بتاعت الشغل. برضو الكريفنج هي اللهفه. مش قلنا بيبقى فيه لهفه؟ الناس المدمنه الاباحيه تلاقيه شغال طول اليوم يقول لك هموت وارجع البيت عشان اقفل اوضتي بقى واقعد اتفرج على الافلام دي. يعني في كريفنج اهو، يعني في لهفه، فنفس العرض موجود. في برضو التوليرانس و ديبندنس وويزدرول. يعني ايه؟ اللي هي التعود. هبدا ب5 دقائق، ايه ده؟ حاجات غريبه جديده، 5 دقائق بقت ساعه. بعد كده ابدا اغير في المحتوى. انا الجنس العادي ده ما بقاش ياكتيفيت الريورد سيستم بتاعي. انا عاوز ادور اشوف هو في جنس مع الحيوانات، هو في جنس مع الاطفال، هو في جنس مثلي، هو في جنس باشكال مختلفه، هو جنس اب مع ام، مع اب مع طفله، ابدا ادور. مع ان هو الشخص نفسه ما هوش مثلي وما هوش عنده بيدوفيليا وما عندهاش انجذاب للحيوانات، بس هو من كتر الجنس، ادمان الجنس وادمان الاباحيه، هو بقى المخ محتاج اللي هي الديسنسيتايزيشن او التوليرانس. بقى جرعه معينه مش كافيه، وانا محتاج سيجاره واحده مش كافيه، انا عاوز علبه السجاير كلها. وهكذا فيلم واحد بصوره معينه بشكل معين بشخص واحد مش كفايه، انا محتاج اشخاص كتيره، اشكال مختلفه. وده هيؤدي بينا ان احنا هنشوف بقى هيبقى في مشاكل. ليه؟ الناس بتعترض تقول ان الافلام الاباحيه ملهاش اضرار، واحنا ان شاء الله في الحلقه يعني نحاول نوصل لموضوع الاضرار. وفي اعراض برضو انسحابيه. يعني نفترض واحد قرر يبطل، زي مدمن الهيروين. لما بيبطل تلاقيه قاعد يجي له اعراض اكتئاب وتوتر وقلق واعراض جسمانيه، صداع ووجع في ظهره واسهال وزغلله في العين. دي المخدرات. الاباحيه والادمانات السلوكيه ما بتعملش اعراض انسحاب جسمانيه، لا، بتعمل لك اعراض انسحاب نفسيه. اللي هي زي ايه يعني اعراض؟ هي تلاقيه بقى مكتئب، هتلاقيه بقى قلقان، حاله من عدم الرضا، ريستلس ومش قادر يقعد في مكانه. دي اعراض انسحاب نفسيه. برضو نرجع للعرض رقم 9 اللي هو بيحاول يبطل ومش قادر يبطل. احنا قلنا دي علامه من علامات الادمان. لو واحد دخل اتفرج، بص، 100% من الناس شافوا افلام اباحيه. 100%. اوكي، من الادلت. ليه؟ ناس دخلت حب استطلاع، ناس الموقع اتفتح وخلاص يشوف هو ايه ده، عاوز يتعلم حاجه جديده دخل. هل كل الناس دي كملت؟ لا، اللي عنده مرض ادمان بصوره بقت قهريه هو اللي بيكمل ويقعد ساعه واثنين وثلاثه واربعه. انا عارف سؤالك ممكن يتسال يقول لي طب افرض بقى لا هو واحد بيتفرج كده يعني في الاسبوع مره، ولو ما اتفرجش عادي بس ساعات بيتفرج بينبسط يعني كده، هل ده تصنفه ان هو مدمن الاباحيه؟ لا، ده مش مدمن. احنا تاني عشان يبقى اقول ان هو مرض لازم يكون عنده اغلبيه الاعراض اللي انا بقولها دي. هتقول لي بس الاباحيه غلط بقى. ما هو غلط. غلط بقى، هي غلط دينيا مثلا حرام. دي تصنيفه بقى، مش تصنيفه نفسيه، دي تصنيفه تانية. اجتماعيا غلط، مش مقبوله. زوجته مثلا، واحد متجوز فمراته شافته بيتفرج على بورن فحست ان هو كده بيخونها مثلا، او انها مش حلوه،
ازاي انت بتتفرج على دي وانا موجوده معاك فانت كده بتخوني مثلا. دي بقى مشاكل اجتماعيه صح، بس انا كتصنيف مرض ادمان ياثر على المخ وعلى الدوائر العصبيه، انا ما اقدرش اصنف اللي هو بيستخدمه every now and then. انا بتكلم على المدمن اللي هو مش قادر يبطل، اللي هو بيستخدم آه، يوميا بكميات كبيره، في تنوع في السيرش بتاعه، هو بتاثر على حياته، عامله له مشاكل، هو ده اللي بيصنف كمرض، هو ده اللي لازم يسيك هيلب. الشخص التاني اللي هو كل فتره بيخش كده، لا، ده ممكن هو هتلاقي نفسه ممكن لو اجتماعيا بالنسبه له الموضوع مرفوض، و دينيا مرفوض، زوجيا مرفوض، هو نفسه ممكن يبطل. هو مش مدمن، مش محتاج مساعدة يعني عشان حد يخليه يبطل. طيب دكتور، قبل أن نمر إلى أضرار، أريد أن نتحدث معك عن ما الذي يحدث في الدماغ يعني أثناء في هذا البروسيس، يعني عملية الإدمان على المواقع الإباحية، أو ما هي الميكانيزمات التي تشتغل في الدماغ حتى يعني أصبح مدمن على هذه الأفلام الإباحية. آه، بص، هو الأول أنا عاوزك إيه، يعني السادة المشاهدين يطلعوا بفكرة جديدة واحدة غريبة. هي فكرة جديدة غريبة، ودايما يعني البابليك اللي هم مش متخصص في الامراض الادمان والامراض النفسيه ما بيبقاش فاهمها قوي. بس انا يعني اتمنى، انا دايما بقولها في المحاضرات، بس اتمنى ان ايه في خلال الحلقه دي ان الناس تبقى تاخد بالها من النقطه دي. بص، مرض الادمان في ناس عندها استعداد ليه، ده مهم جدا النقطه دي. في ناس عندها استعداد ليه، يعني ممكن يبقى عندي اتنين ادي كل واحد سيجاره، سجاير، يشرب سجاير، ده هياخدها ويشرب كده هيقول لك جميلة كويسة بس مش مضرة، بيقولوا مضرة مش هعملها تاني. في واحد هياخدها يقول لك ايه ده، ده جميلة قوي، انا حاسس ان انا ارتحت، انا حاسس ان كنت متوتر والتوتر راح، كنت مكتئب ودلوقتي فرحان، كنت مرتبك ودلوقتي هادي. هو ده الشخص ده، هو ده اللي المخ عنده فيه مشكلة ومستعد للإدمان. يعني الإدمان بيبدأ قبل الإدمان. تاني، الادمان بيبدا قبل الناس الافلام. بص، الافلام ادتنا فكره ايه، ان الشخص طبيعي وكويس وما فيهوش اي حاجه، ويتعرف على اصدقاء السوء، واصدقاء السوء يديله الهيروين والكوكايين، او يحطوا له الكوكايين او الهيروين في كوبايه القهوه فهو يدمن. لا، مش كل الناس هنحط لها هيروين في كوبايه القهوه ويشرب هيدمن. الناس اللي عندها استعداد هي اللي مين الناس اللي عندها استعداد؟ في نظريات كتير بتحاول تشرح الموضوع، اقبلهم اللي هو الدوبامين تون، اللي هو في ناس بتبقى مولودة عندها مستقبلات الدوبامين قليلة شوية، والدوبامين نفسه قليل شوية، فمن وهو صغير هو مش مظبط، يعني متوتر دايما، عمال يتخانق مع اصحابه، دايما قلقان في حاجه، مش مبسوط. فالشخص اللي مولود عنده الدوبامين في حاجات قليله كده بيتنيه طول حياته يدور على حاجه تعلي الدوبامين. فاول ما يلاقي الشوكولاته بتعلي الدوبامين يدمنها، ويجي له سمنه مفرطه بسبب الشوكولاته، عمال ياكل ياكل ياكل. بعدين يقول لك ايه، الشوكولاته مضره، لا نبطل، فيحاول يبطل وياخد علاجات تقلل الوزن والانجكشنز اللي بتقلل الوزن والحاجات دي ويبطل. هل كده هو اتعالج؟ لا، لسه تلاقيه برضه عمال يدور، لقى ان المواقع الاباحيه يدمنها، تقول لك بتريحني، ويخليه يستمر 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 لغايه مثلا ما يتزوج ومراته تقول له لا مش هينفع وبتاع فيبطل. وبعد ما يبطلها كده خف، لا يدور بره على حاجه. يعني المدمن اللي عنده استعداد للادمان بيتنيه طول حياته سكاننج الانفايرمنت trying to find a reward، يعني بيحاول يدور على مكافاه طول حياته، فبيدور في كل البيئه اللي حواليه عن المكافاه. هي دي النقطه اللي انا عاوز الناس تطلع بيها، ان انا في ناس عندها استعداد، الناس دي بتبقى حاسه. طب نعرفهم منين؟ حتى الان ما فيش تحليل اقدر اعرفهم للاسف. عشان كده انا انصح نصيحة عامة ان انت بلاش نجرب الحاجات اللي بتسبب ادمان، يعني بلاش اجرب كوكايين، وبلاش اجرب هيروين، وبلاش اجرب سجاير، وبلاش اجرب حشيش، لا تكون انت من الناس اللي عندها استعداد. اتفقنا؟ طيب، هو لما الادمان، هو يا دكتور، هو الادمان لما بيحصل ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا في المخ مركز اسمه المكافأة.
مركز ريورد سنتر. في حته مهمه اسمها نيوكليس اكامبنس، يعني مش هخش بطريقه علميه، بس في جزء في الريورد سنتر ده مهم جدا، هو ده اللي بيشتغل فيه ماده الدوبامين دي. انت موجود المركز ده بيساعد على البقاء. يعني انت لو كلت الدوبامين يزيد عشان انت تحب الاكل فتاكل تاني. لو مارست الجنس الدوبامين يزيد عشان تمارس الجنس تاني. لو نجحت في حياتك، مثلا طلعت الاول، خدت درجة علمية، بقيت سايكولوجيست، الدوبامين يزيد عشان يخليك انت موتيفيتد دايما تنجح، وهكذا. فانت هتلاقي التكاثر والاكل والشرب والنجاح والحياه الاجتماعيه بتزود الدوبامين برضو، اللي هي سيكينج اتنشن، ان الناس تهتم بيك او الناس تحبك، ده بيزود الدوبامين. فشايف انت، طب وايه؟ يبقى هدف الدوبامين هو البقاء وليس الادمان. اوكي. الناس اللي عندها استعداد للادمان بقى بيبقى فيه مشكله في الدوبامين، فهو بيركز على حاجه معينه ياخدها بكميات كبيره، فبتفرحه في الاول. بعد شويه المخ نفسه المستقبلات بتاع الدوبامين تقل، فيبدأ الشخص يدور على كميات أعلى، لأن هو خلاص المخ بقى unresponsive، ما بقاش يستجيب للجرعة الخفيفة. المصيبة بقى ما بقاش يستجيب. احنا قلنا مركز المكافأة ده هو بتاع النجاح، هو بتاع الأكل، هو بتاع الاجتماعيات، هو بتاع الجنس. انت لما تدمن مثلا الهيروين يبوظ لك الريورد سنتر، يخليه نون ريسبونسيف، لان انت مليته دوبامين، فالجسم بيحاول يعمل زي فيدباك كده ويقلل المستقبلات الحسية. فتلاقي ان الانسان ده ابتدى يقل احساسه بالمتعة، مش بس للهيروين، ده لباقي الحاجات. عشان تلاقيه بيسيب شغله، مش فارق معاه، يعني طز في الشغل، طز في مراتي، مش فارق العيال، مش فارق النجاح. هتلاقيهم في الشارع، المدمن الشديد ماشي في الشارع مش فارق معاه الاكل، مش فارق معاه النظافه الشخصيه. انت تبقى مستغرب، يعني انت يا جدع انت مش واخد بالك انت عامل ازاي؟ هو فعلا مش واخد باله. ليه؟ لان انا بوظت الريورد سنتر. وانا ابتديت الحلقه قلت لك المرض ده مش بيأثر بس على الريورد سنتر، ده بيأثر على الذاكره، وبيأثر على مركز القرارات ومركز المشاعر ومركز الاحلام. فانت دمرت مخ الانسان. فعشان كده في الصوره الكبرى من الادمان بتلاقيه ماشي في الشارع متشرد، هوملس، ما هوش مريض نفسي بالصوره اللي هو يعني سكيزوفرينيا او في هلاوس وبتاع، الا ان هو اهتماماته كلها قلت. اهتمامات البقاء كلها، من اهتمام اجتماعي لنظافة لنجاح لحب لعلاقات اجتماعية لأكل صحي لأيا كان، كل ده بيقل. فهي دي الفكرة. انت بتسألني الإدمان بيحصل ازاي؟ ببساطة بيبوظ مركز المكافأة. طب دكتور، مركز المكافأة ده لما بيبوظ ايه اللي بيحصل؟ بتبقى انت دايما محتاج الحاجة اللي بتدمنها بكميات أكبر، وبتكسكلود كل حاجة في حياتك، وكل حاجة تبدأ تبوظ وتقل بالوقت. عشان كده قلنا، بدايه الحلقه قلت لك ايه؟ ده مرض مزمن اولي. يعني ايه اولي؟ يعني هو مرض في ناس اوليا كده هم عندهم استعداد لهذا المرض. طبعا انا يعني انت بتقولي الادمان بيحصل ازاي وكده. الجينات هي الاساس. 60% من المشكله دي جينيه، انت مولود بيها. يعني دي برضو حاجة للمشاهدين هتبقى مفاجأة. هيقول لي ايه مولود بيها؟ لا، ده هم اصدقاء السوء. لا، هي الجينات رقم واحد. اصدقاء السوء ليها دور، يعني في الافلام الاباحية واحد صاحبك بيجيب لك افلام، هو بيقول لك انا بتفرج على الموقع ده، تعال نخش مع بعض، تعال نشتري الافلام دي مع بعض. فاصدقاء السوء ليه دور. المجتمع برضو، لو المجتمع ايزي، هو دلوقتي بقى فيه ايزي اكسس للبورنوجرافي، اي حد عاوز يخش. كان زمان يعني مش كده. فتأثير الحرية والمجتمع برضو ليه تأثير. صدمات الطفولة برضو لقوا الإدمان، الناس اللي بتتعرض لصدمات طفولة كتيرة أثناء حياتها، من إيذاء نفسي جنسي، إهمال من الوالدين، مشاكل أثناء الطفولة، الناس دي لما بتكبر بيبقى عندها استعداد إدمان أكتر. برضو أي برين إنجري بيزود يعني مثلا أنت عندي مدمنين كتير بيبقى هو كويس ما عندوش إدمان، عمل حادثة عملت له ارتجاج في المخ، بعد كده بقى مدمن. فيبقى في بعض الصدمات
والامراض في ناس بيجي لها برضو التهاب في المخ بعدها بيغير على تركيب المخ فتلاقيه بقى عنده صدمة. برضو الامراض النفسية، يعني انت عندك من 60 ل 80% من الناس اللي بتعاني من مرض نفسي بتعاني من الادمان برضو. ان هو لو عنده اكتئاب او اضطراب ثنائي القطب او سكيزوفرينيا بيحاول يقلل الاعراض بالادمان. يقول لك اما ادمن حشيش عشان يعني ايه، افرح شويه، انبسط شويه، انسى المشاكل النفسيه اللي عندي، وهكذا. فهو مرض معقد في استعداد وراثي ليه، لازم الناس تاخد بالها. اعرف منين ان انا عندي الاستعداد؟ انت لما تركز في الحلقه كده هتعرف ان انت واحد من الناس دي. هتلاقي نفسك يعني المدمن هتلاقيه فترة بقى مدمن مذاكرة، مع ان حاجات ايجابية، بس ممكن في ادمان رياضة. هتقولي يا ريت كلنا ندمن رياضة، يعني ما ندمن رياضة يا عم نبقى عضلات وبتاع. لا، انا عندي ناس مدمنة رياضة جسمه بيتدمر بسبب الادمان، لان هو بيقعد في الجيم 10 ساعات يوميا، فيجي لهم خشونة في المفاصل وتمزق في العضلات، ونعالج الدراع ده تلاقي الدراع ده باص، نقول له يا عم لازم، اقول له احنا عاوزين ريست 1 مانث، اكني بقتله. متخيل؟ فهو نفس الادمان، فكره الادمان بتطلع ساعات في حاجات تشوفها خارجيا انها ايجابيه لان هي في الاخر سلبيه. اكيد انت حضرتك سمعت عن وركهوليك ده اللي هو مدمن العمل، مدمن وبيحصل له بيرن اوت في الاخر. هو ده ما زال يصنف ان هو ادمان. ف يعني الادمان بيحصل بصور مختلفه باشكال مختلفه. طيب دكتور، سؤال صغير هكذا. كنت قد قرأت سابقا أن أحد يعني الريسك فاكتورز في مسألة الإدمان هي في فترة الحمل. الأم إذا كانت مثلا تأخذ هذه المواد المخدرة قد تسبب للرضيع هذه المشاكل بخصوص الإدمان، حتى أنهم يعني عندما يولد الطفل يضعونه في قارورات، ورأيت البعض يعطونه يعني هكذا دوزز صغيرة من هذه المخدرات، ويعني يقللون الكمية من هذه المخدرات بعد فترة ما حتى يتخلص منها الرضيع. بالظبط، ما دي مشكلة كبيرة طبعا ان انت لما تبقى واحدة مدمنة وتبقى حامل. طبعا بنحاول نقلل كل الجرعات اللي بتستخدمها ونمنع كل المواد المخدرة، بس في فترة ما بتقدرش تعمل كده. فبتبقى خايف ان الطفل بيخش له المواد المخدرة دي، اول لما يتولد هتدي له جرعات بسيطة عشان ما يخشش في اعراض انسحاب، بس مش هيكمل. اوكي، دلوقتي الطفل ده هتقول لي ده الطفل ده اكيد هيطلع مدمن 100%. احتمال، بس احتمالاته اعلى من الناس التانية. ليه؟ هو رقم واحد هو اتعرض لمواد كيميائية من وهو لسه صغير، اثرت على الريورد سنتر بتاعه، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش الام مدمنة يبقى في جينات، ما هو في احتمالية ان انت تاخد جينات الادمان ممكن تزيد ل 60% في هذه الحالة. وغالبا الام المدمنة دي هي بتبقى متزوجة او مرتبطة بشخص هو كمان مدمن، فانت نسبة ان انا هاخد جينات الادمان موجودة. في حاجة كمان، الطفل اللي هيتولد ده من ام مدمنة وغالبا اب مدمن، هيبقى البيئة اللي هيتربى فيها شكلها ايه؟ هيبقى نسبة الايذاء النفسي والجسدي والاهمال اعلى. اوكي، الاطفال اللي هيتحوط بيهم هيبقى شكلهم ايه؟ اللي هي البير بريشر والاصدقاء، اكيد هتبقى من اسر فيها ادمان. فانت حكمت على الطفل ده. انت شوف انت ايه خدت، انا وسعت لك المشهد شويه. هو المشهد ان هي بتاخد مواد مخدره، الطفل بياخدها، يا حرام الطفل عنده دلوقتي ادمان. دي نقطه من النقط. نقط بقى ايه؟ ان انت عامل له environment او context يطلع لك مدمن 100%. عشان كده انا بنصح كل الناس يعني الستات اللي مدمنه، بلاش خلفه خالص غير من على الاقل سنه ابستننس، يعني سنه كامله مفيش ادمان تماما لكل انواع المخدرات، من سجاير لكحول لهيروين لادمانات سلوكيه، كل انواع الادمان. و... و... وعشان ابقى ايجابي يعني في الحلقه، طب دكتور افرض انا عاوز اعدل الجينات بتاعتي في ناحيه الادمان. في ستاديز كتير بينت ان انت
الرياضه من الحاجات اللي ممكن تاثر على الابيجينيتك. انت اكيد عارف في حاجه اسمها جينيتك وابيجينيتك، ان انا في جزء من الجينات ممكن اغير فيها شويه. فممكن انا سبرس الجينات النيجاتيف اللي هي تؤدي لامراض عن طريق الاكل الصحي وبالذات الرياضه. فانا انصح كل الناس، الزوجين مش الام بس، الزوجين، ان انا قبل ما اقرر ان انا اخلف لازم رياضه منتظمه، لازم اكل صحي منتظم، لازم اظبط النوم بتاعي، انام 8 ساعات في الجسم في اليوم. ليه انا بعمل كده؟ عشان اهيئ يعني جسم ناضج صحي ان هو يجيب اطفال اقل عرضه للامراض. مش هقول ان هو يعني اللي انا بقوله ده هيمنع الامراض 100%، بس هيقلل فرص حدوث الامراض عامه، بالذات الامراض النفسيه، بالذات الادمان. طيب دكتور، الآن سنناقش مسألة الأضرار. يعني ما هي الأضرار الناجمة عن إدمان هذه المواقع الإباحية، سواء على المستوى الفيزيولوجي، وكثير ما نسمع مثلا عن مسألة سرعة القذف، أو المستوى يعني النفسي الاجتماعي، مثلا ثقافة العنف الموجودة في هذه المقاطع البورنوغرافية، وأيضا بعض الأضرار التي تحدثت عنها في الأسئلة التي مضت. اه بص، في اضرار كتير. اه صح، في زي ما انت قلت ان اضرار نفسيه اجتماعيه. يعني العنف ممكن افلام كتير تطلع لك مثلا اللي البنت بتحب الاغتصاب مثلا، ممكن تلاقي فيلم كده. والاطفال الصغيره بقى، التينيجرز اللي هم سنهم 12 سنه 14 سنه، مش فاهم حاجه في الدنيا لسه، هو يبقى يعني فكرته عن الجنس ان المراه بتحب العنف، مع ان المراه على العكس تماما. ما بقول ان العنف اثناء العلاقه الجنسيه بدرجات بسيطه 5% 10% قد يكون لبعض النساء مهم. انا ما بقولش ان ده مش حاجه موجوده، انما لما اطلع لي فيلم افلام كلها 90% منها بتقول لك ان المراه بتستمتع بالعنف، انت هتغرس ايه كده في الاطفال؟ هتغرس فيهم ان الاثاره الجنسيه تتم عن طريق العنف، اثاره جنسيه تتم عن طريق العنف، اثاره جنسيه تتم عن طريق العنف. يجي هو لما يخش بقى يبقى 30 سنه ولا 20 سنه في مرحله الزواج، هو خلاص المخ بقى فيه ادابتيشن وتعود وكونديشننج، ربط شرطي ان هو العنف هو ما يؤدي الى الاثاره الجنسيه، وبعدين يلاقي ان في الواقع مش هو ده خالص. طبعا المواقع الجنسيه بتديك الكاميرات والتصوير، بيحسسك ان العلاج او الانتركورس بيستمر، ممكن يقعد 3 ساعات، ساعتين، ساعه، لانه في الحقيقه هي بضع دقائق. فاما يجي واحد يلاقي نفسه اثناء الانتركورس، ايه ده، هم 3 دقائق، امال اللي انا بتفرج عليه طول حياتي ده؟ فالافلام الجنسيه بتحط very high expectation unrealistic. unrealistic يعني غير واقعيه. غير واقعيه ايه؟ للبرفورمانس نفسه اللي هو الصوره الجنسيه نفسها، الشكل، الشخص، الحاجه اللي انت هتشوفها، حجم القضيب، المنظر اللي هيبقى موجود. عامله زي اكنك بتتفرج على فيلم السوبرمان. هل انت سوبرمان؟ ده فيلم سوبرمان، ده مش واقعي، دي حاجه مش واقعيه. وكل الناس اللي ارتبطت اتفرجت على افلام وبعد كده ارتبطت في الحقيقه، يقول لك الافلام ملهاش علاقه بالواقع. ده ضرر من الاضرار. ضرر تاني، المدمن للافلام الاباحيه بيبقى ليس ريسبونسيف للناتشورال سورس، يعني ما بي استجابته للجنس العادي بتقل. يعني هو لو اتعود على هذه الصوره الجنسيه عن طريق سكرين، وعن طريق ان الاوضه مقفوله وانا قاعد لوحدي وبشوف كميه رجاله او كميه ستات باشكال مختلفه، بالوان مختلفه، باحجام مختلفه، وفجاه هاجي اقول لك بص الارتباط بقى هترتبط بواحده بس، اوكي، شكل واحد بس، حجم واحد بس، وصوره معينه ملهاش علاقه باللي انت كنت بتشوفه، والكاميرا اللي كانت بتصور لك بتصور حاجه مش اللي انت هتبقى شايفها خالص، والاحساس مختلف. هيطلعني في الاخر ان الشخص هيبقى ان ريسبونسيف. عشان كده انا بنصح نصيحه عامه. انا مش عاوز اخش في الجزء الديني، حرام بقى حلال مش عارف ايه، يعني مش عاوز اخش في الحته دي، بس انا عاوز ان هو الكثره من هذه الافلام قد تؤدي الى
عقم ومشاكل في الانتصاب، او على الناحيتين، يعني مش على ناحيه واحده. انا ليه مركز على الرجاله؟ لان نسبه ادمان الاباحيه والمواد الجنسيه اعلى من، يعني من 60 ل 90 او من 80 ل 90% في الرجاله. نسبه المشاهده، مش بقول الادمان، هو الادمان احنا قلنا مرض الادمان ده مرض معقد. نسبه حدوثه هي 20% فقط في الناس. مرض معقد. نسبه ادمان المواد المخدره 10%. نسبه ادمان عامه مواد مخدره وادمان سلوكي 20%. إلى أن استخدام المواقع الإباحية بيبقى نسبته في الرجال ممكن تكون من 60 ل 80 أو 90%، في النساء من 30 ل 60. فالنساء أقل في استخدام برضو، بس الأكتر الرجال. عشان كده في كلامي بركز على الراجل أكتر. والتأثير السلبي للأفلام الإباحية على الراجل أعلى من التأثير السلبي للأفلام الإباحية على الست. يعني كوظيفة جنسية التأثير بيبقى سلبي أكتر على الراجل. اتفقنا؟ طيب، في مشكله اللي انت حضرتك ذكرتها، سرعه القذف. دي مشكله برضو تحصل مع الناس اللي بتستخدم مواقع اباحيه كتير. ليه؟ لان لو انت ركزت كده، استخدام المواقع الاباحيه انا ببقى مركز في حاجه واحده، مش ايموشنال ساتسفاكشن او سايكولوجيكال ساتسفاكشن، انا مركز على سيكشوال ساتسفاكشن. انا عاوز اخلص وخلصنا. طب في الحياه الجنسيه العاديه لا، ده في جزء رومانسي وجزء عاطفي وجزء شخصي وجزء جنسي. يعني اي حد متزوج ومرتبط فاهم ان العمليه الجنسيه دي مش بس هي حيوانات بتمارس وظيفه معينه، لا، ده في توافق نفسي ورضا وحب وعاطفه وفهم عقلي و كومن انترست، اصحاب. يعني لازم في صحوبيه كده مع الشخص، وبتتم في النص العمليه الجنسيه. انما المواقع الجنسيه هي بتديك بس الجنس بس، فانت بتتعود على الجنس السريع اللي بيخلص خلال دقيقه، اللي انا ببقى مستخبي خايف حد يشوفني. حاجه في الناس المتدينه بيبقى شايف انها حرام وحاجه غلط، فنعملها بسرعه عشان ما اخدش ذنوب اكتر. فده لو انا بتعمل كده لمده 30 سنه وبعد كده قلنا لك اتجوز، سرعه القذف هتكون هي من المشاكل الاساسيه. آم، طبعا دي مشاكل عضويه ومشاكل نفسيه بتدي unrealistic expectation. طب ممكن الناس طب في فوائد؟ في بعض الدراسات بتقول لك في فوائد. يعني المواقع الإباحية في ناس شايفة إن ليها فوائد. يعني مثلا بيقولوا إنها بتقلل نسبة الاغتصاب مثلا. يعني ليه؟ لأن بقى في سيكشوال اوتلت. يعني في إيه؟ يعني أنت زمان ما هو لا إما هيمارس الجنس مع شخص، لا إما ما فيش. دلوقتي لا، أنا عاوز أتفرج أو أشاهد أفلام، هشاهد. فما بقى يقال، يعني هي برضو فيها يعني مش مؤكد الفايده دي انها بتقلل الاغتصاب او حوادث الاغتصاب، لان الناس بقى عندها اوتلتس اكتر. في برضو ناس بتقول لك بيقلل الامراض الجنسيه، لانك انت بقيت في سيكشوال ساتسفاكشن مش عن طريق البروستيتيوت والناس اللي هي بتعمل في الجنس وهكذا. بس الحاجات دي questionable، يعني مش معروف. لان في راي تاني يقول لك ان الافلام دي كلها فيها قصص عنف وضرب واهانه للمراه او للرجل او الاثنين، فممكن يكون ده بيزود عمليه العنف. آم، لان انت عارف الناس اللي هو البريدتورز، اللي هم السيريال بريدتور، اللي هو المتحرش المتكرر. دول البوليس بيخش على الافلام اللي بيتفرج عليها عشان يعرف هو بيفكر في ايه، فيقدر يحجم. يعني انت لو حد عنده انجذاب للاطفال وعمل تعرض لطفل، اوكي، من الحاجات الاساسيه في البوليس سكريننج ان هو يخش على الكمبيوتر بتاعه وعلى الاي بي ادرس ويشوف هو بيتفرج على ايه، عشان يفهم هو بيفكر في ايه، عشان يقدر يحط ريستريكشن. الشخص ده ما يقدرش مثلا يعيش جنب مدرسه، ما يقدرش يعيش جنب نادي اطفال، ما يقدرش يروح البارك بتاعه الاطفال مثلا، ما يقدرش يروح شاطئ مثلا في اطفال ولابسه مايو ولا بتاع. يعني بيبقى ليه؟ لان هو بيبقى واخد افكار كتير من الحاجات اللي بيتفرج عليها. طيب دكتور، الآن مثلا
تعرفت على هذه الأعراض، ويعني استنتجت أنني إنسان مدمن. ما هي الخطوات الأولية التي يمكن أن أبدأ بها لمواجهة هذا الإدمان، يعني على مستوى، يعني نقول بسيط، الذي أستطيع يعني feasible أستطيع أن أقوم به في حياتي اليومية، على مثلا مستوى العادات ومستوى السلوك الشخصي؟ بص، لو احنا الادمان قلنا ليه 11 عرض، صح؟ لو في واحد عنده كلهم والموضوع مؤثر على حياته بصورة كبيرة، يعني في ناس دايما بتسألني هو انا مدمن بسيط ولا مدمن حالة خطيرة؟ احنا بتحدد يعني، او في الاكتئاب، هو انا اكتئاب ده مايلد ولا ده سيفير ديبريشن، يعني حالة اكتئاب شديدة؟ انا بقيم كطبيب، بقيم عن طريق حاجتين: عدد الاعراض وشدتها، وتأثير المرض على الوظيفة. يعني انا واحد مكتئب ويقول لي بص انا ما بروحش الشغل، ما بكلمش عيالي، قافل على نفسي الأوضة طول النهار والليل، عندي أفكار انتحارية، بعيط طول اليوم، لا ده اكتئاب شديد. واحد عنده لا انا حاسس ان انا زهقان وقرفان ومش بستمتع بحياتي بس لسه بروح الشغل وبخرج مع مراتي مره في الاسبوع بس بضغط على نفسي بس بخرج، لا اعرف كده الاكتئاب قليل. ليه؟ الاعراض قليله، شدتها قليله، الامبيرمنت اوف فانكشن اللي هي تاثيرها على الوظيفه قليل. فاعرف ان ده، وهكذا برضه في الادمان بقى البورن. لو الاعراض عندك وكل يوم بالاربع ساعات بنفس الطريقه، ومش بس للبورن ده، انت كمان بقيت بتروح تأجر ولا تدفع للسكس وركرز عشان تجيبهم البيت، وتدفع وبتخسر فلوس. ما الموضوع ما هو في انتري ليفل اللي هو اتفرج، في اتفرج واتكلم، في اتفرج واتكلم وقابل، وتبقى حياته كلها بتدور حوالين الجنس ومشاهدة الجنس وفعل الجنس ودفع فلوس للجنس. وممكن لو اشتغل هو بيروح يجيب فلوس عشان يصرفها على المواقع دي او على الاشخاص دي. فحسب الدرجه، لو الدرجه شديده كده بالصوره اللي انا بتكلمها، انا شايف لا انت محتاج علاج جمعي ودكتور متخصص. في الغالب الاكتر تخصص مش هبقى محتاج طبيب قوي، هبقى محتاج المعالج النفسي اللي هو هيعالجني بالكلام، اللي هو احنا ممكن نسميه سايكولوجيست وممكن نسميه كونسلر، اللي هو معالج نفسي او مرشد نفسي. ده حسب ايه؟ حسب الدرجات العلميه بتاعتهم. الاثنين هيبقوا كويسين بس يكون عندهم خلفيه. يعني انت لما بتشيك الويب سايت بتاعهم او الاعلان بتاعهم يكون عنده خلفيه في علاج الادمان السلوكي. اوكي. برضو من الحاجات الناجحه في الادمان المجموعات العلاجيه. بتشوف في التلفزيون مجموعات قاعدين بيستخدموا برنامج 12 خطوه، مش عارف لو سمعت عنه. يعني بعض البرامج لعلاج اللي هي المدمنين المجهولين، الكحوليك انونيمس، ناركوتيك انونيمس. شوفهم بيبقوا قاعدين في جروبس كده وعمالين يتكلموا مع بعض. زي في آه، التي في شوز والأفلام التي نشاهدها، الجروبس. ايوه بالظبط. المفاجأة بقى المجموعات دي بتتقسم. يعني انت للكحول اسمها الكحوليك انونيمس، اي اي. اوكي. في حاجة اسمها سكس اند لاف ادكشن انونيمس اللي هي اس ال اي اي. مش مشهورة في مصر، انا ما اعرفش هي موجودة في المجتمعات العربية ولا لا، بس موجودة هنا في كندا كتير وفي امريكا. ان هي مجموعات لعلاج مرضى مدمنين الجنس. مش بس ده، هي اسمها سكس اند لاف ادكشن اللي هي ادمان الجنس والحب، لان في ناس مدمنه مش الجنس، مدمن الحب، العلاقات، اللي هو النهارده علاقه وبعدين تفك وبعدين بكره علاقه تانية وهكذا، وحياته بايظه في العلاقات بس، وفيها نوع من انواع الادمان. ففي المجموعات دي بتبقى مهمه. في بعد بقى دلوقتي في منها اونلاين كتير جدا. ف اللي انا عارفه متاكد في مصر في مجموعات علاج الادمان اونلاين موجوده. يعني انت لو كتبت ايه ايجيبت، الكحوليك انونيمس ايجيبت، انت هتلاقي كتير جدا في القاهره واسكندريه، انا متاكد في المغرب وفي تونس وفي كل حته. دي مجموعات. المجموعات اللي ممكن تبقى ليميتد في المجتمع العربي اللي هي مجموعات اللي بتشارك في العلاج الادمان الجنسي. الى ان يعني لو الانجليش، لو الشخص الانجليش بتاعه كويس ممكن يشارك في المجموعات دي اونلاين حتى لو هي في دول تانية. بس نرجع تاني، الاعراض شديده وكبيره ومأثره على حياتي، اروح لمعالج. طب دكتور، ساعات بتحتاج طبيب، ساعات بيبقى فيه طبيب محتاجينه اللي هو بيكتب الدواء. ليه؟ لان ساعات احنا قلنا المدمن
كتير قوي بيبقى في مرض نفسي برضو موجود، anxiety depression، قلق عام، اكتئاب. فساعات بيحتاج دواء. الأدوية دي بتقلل السلوك القهري وبتعالج الأمراض. يبقى الدواء، يعني ساعات واحد يجي لي مدمن أفلام إباحية، يقول لي يا دكتور مفيش دواء اخده يبقى خلينا ابطل. فانا اقعد اتكلم معاه واساله، الاقي هو عنده قلق كمان و- واكتئاب متوسط. اقول له بص، في ادويه بتعالج القلق والاكتئاب، وهي بتهدي اعراض الادمان اللي هي ادمان الاباحيه. فبديه، ببقى بعالج حاجتين في نفس الوقت، والاثنين بيساعدوا. لو الادمان ده بصوره قهريه شديده جدا ومفيش اكتئاب، ممكن برضو مازال ادي ادويه اللي هي بنسميها SSRI، او اللي هي بتاثر على السيروتونين، او السيروتونين والدوبامين، او السيروتونين والنور ابنفرين. يعني الادويه اللي بتستخدم في الادويه النفسيه ممكن استخدمها كانها تقلل شويه الكريفنج بتاع ال الاعراض الادمان الاباحيه. طبعا الناس اللي هي المغتصبين والناس اللي هي المجرمين يعني، دول ساعات، بس دي بقى بتبقى محتاجه كورت اوردر وقصه كبيره، اللي يحصل لهم اخصاء كيميائي. اخصاء كيميائي يعني ايه؟ يعني انا هقلل له هرمونات الذكوره ازاي؟ عن طريق ان انا اديله هرمونات انثويه. فاديله حقنه اسمها بروفيرا كل 3 شهور ياخدها. آه، بتخلي الرغبه الجنسيه تقل خالص للمستوى الطبيعي. مش بنمنعها تماما يعني، بس بتقل خالص. لان ساعات ال الجادج اللي هو رئيس المحكمه، القاضي يعني، يخيره، يقول له انت هتقعد في السجن ولا تطلع بره وهنديك الحقنه. فبيبقى في خيارات وكلام عشان نقلل. بس دي انا ما بتكلمش على يعني ده اللي هو الناس اللي هي آه، يعني مدمنين للجنس، وبرضه بيعتادوا بقى على اللي حواليهم. لان ساعات في حالات الادمان الزياده هو ما بيبقاش قادر يتحكم في دوافعه، او يتحكم في السلوك الجنسي بتاعه. طب دي الحالات الشديده. الحالات القليله، انت بتقول لي قول لي واحد حاجات بسيطه يعني. ما يا عم انت بتتكلم على المغتصبين، قتالين، القتله. انا الناس كلها قاعده دلوقتي بيفتح المواقع بقى، بيفتحها كل يوم وهو عاوز يقلل الموضوع او يمنعه. بص، في تو ابروتشز. في ابروتش يقول لك هارم ريدكشن، اللي هو ايه؟ بدل ما تتفرج كل يوم، اتفرج في الويك اند بس لمده 5 دقائق. دي طريقه، دي مدرسه في علاج الادمان، ان انا اقلل الهارم على قد ما اقدر، مش همنعه. اوكي، ان انا اقلل تماما تو ذا مينيمم. حتى في علاج المخدرات ساعات طرق من انواع العلاج ان انا اقول له انا هديك المخدر، بس انا اللي هديهولك جرعات معينه، ما تروحش تاخده من بره، وهنتحكم فيه بيبقى بجرعه معينه. في طريقه تانيه اللي هي ابستننس، اللي هو امتنع تماما، امنع بقى خالص، ما اتعرضش. دي طريقه احسن، اللي هو امتناع التام يعني. بس لو ما قدرناش الامتناع التام، ممكن نستخدم الطريقه دي. طب دكتور، ايه التمارين اللي ممكن اعملها زي ما ياسين انت سالت؟ بص، انا لازم احسن من حاله الجسم النفسيه. رياضه، واكل صحي، وحياه اجتماعيه ناجحه، واكتب مشاعري كل يوم. كيف ورقه وقلم اعبر عن، يعني اكتب يوم مذكراتي كده. اوكي، يبقى ليا اصدقاء. لو عندي مشاكل مع زوجتي احلها، عندي مشاكل مع اصحابي احلها، عندي مشاكل في الشغل احلها. فانا اتعلم شويه تمارين. انت كنت بتقول لي بتسمع المحاضرات بتاعتي بتاعت العلاج الجدلي. حلو، اكيد شفت تمارين اللي هي اليقظه والتامل وكده. التمارين دي صح، بتهد. مديتيشن شفتها. يعني هي هذه الأشياء تشتغل كبروتكتيف فاكتورز مثلا. بالظبط. انا بحسن ما هو الادمان من احد تعريفاته هو محاوله للهروب من الواقع. اقصد ايه بالواقع؟ بالاحساس بالواقع. يعني هو محاوله من الهروب من الملل، محاوله للهروب من الحزن، محاوله من الهروب من الاكتئاب، محاوله من الهروب من القلق. طب ما حلو. طب ما انا اقلل الحزن والاكتئاب والقلق ازاي؟ من الحاجات اللي ممكن تحميك من هذه الاعراض هو انك تلعب رياضه، وبتاكل اكل صحي، وبتنام كويس، وليك اصدقاء كويسين، وبتعمل جورنال يور فيلينج، وبتعمل مديتيشن ومايندفولنس وتمارين اليقظه، وتقرا كتب نفسيه، تسمع محاضرات زي دي اللي انت بتقدمها،
بتسمو من العقل وتحاول ان انت تتعلم جديد وتشوف حاجات كتيره ومهارات جديده بصور مختلفه. كل دي حاجات مهمه. في تمارين بقى سبيسيفيك يبقى انا هزود زي ما انت قلت، هزود البروتكتيف فاكتور. اتفقنا، هزودها على قد ما اقدر. رقم اتنين، ان انا تمارين بقى عن طريق العلاج المعرفي السلوكي، اللي هو احد التمارين مثلا ان انا اكتب اضرار الاباحيه عليا وعلى حياتي وعلى اسرتي، اكتبها. احنا عمالين نتكلم طول النهار بنقول في الاضرار، صح؟ اكتب الاضرار وابقى حاططها عندي في المحفظه ولا في السيلفون ولا كده وشايفها. ان انا اكتب الاضرار، اكتب الاضرار على اصحابي، على علاقتي بمراتي، على شغلي، على ديني، على حياه روح، على اي حاجه. كل الاضرار اللي انا حاسس ان الموضوع ممكن يضرني فيها اكتبها. ده تمرين. رقم اتنين، احاول الاقي ايه التريجرز. تريجرز اللي هي المسببات. احنا بنقسمهم في مسببات داخليه ومسببات خارجيه. يعني هل مثلا انا بأدمن الاباحيه في اوقات معينه، في اماكن معينه، اشخاص معينه بكلمهم بلاقي نفسي ان انا عاوز اخش، اصدقاء معينين، يحاول اشوف مين، ايه السبب امتى. ولا هي بتبقى اوقات معينه، مثلا احساس الوحده مثلا، احساس الغضب، احساس التعب، احساس الجوع بيخليني يعني تبقى ده التريجر والمسبب. الفرستريشن، الاحباط، الخزي يعني اشوف الاحاسيس الداخليه او حاجات خارجيه المسببه، واحاول اشوف كوبنج سكيل ليها تكون ايجابيه. يعني مثلا بحس بالخوف كتير وبحس بالخوف من المستقبل. فطريقه الهروب الوحيده بتاعتي ان انا بخش على الافلام دي وامارس العاده السريه. طيب، هل ممكن نتعامل مع الخوف بطريقة تانية؟ يقول لك ممكن. لو كتبت مشاعري وصلحت أفكاري من طريقة سلبية لإيجابية، ده ممكن يحل المشكلة. في ناس يقول لك أول لما بقى قلقان أو قرفان ألعب رياضة، لو رحت الجيم الفكرة كلها بتروح. يعني فكرة الإباحية والموضوع كله بيروح. لو كلمت أصحابي بقى ليا حياة اجتماعية، بقى فكرة الإدمان وإحساس بالوحدة بيروح. فأنا أحاول التريجرز، أتعرف على التريجرز واحاول امنعها على قد ما اقدر. يعني او اكوب وزت، او احاول اشوف لها حلول بديله بدل ما استخدم البورنوجرافي. اخر تمرين يمكن احب اقوله، ان انت في مرض الادمان في حاجه اسمها لهفه، كريفنج، ان انا هيبقى في لهفه. اللهفه دي لازم انا ابقى متوقع انها هتحصل. يعني انت اول لما تحاول تبطل، اول 3 شهور هم اسوأ 3 شهور. اوكي. لان لسه المخ بيبقى اثناء ال3 شهور ده بيتعود ويريسايكل الدوبامين بالصوره الايجابيه. بتاخد 3 شهور عشان يعني الامور ترجع لمجراها الطبيعي يعني في المخ. فانا لازم الكريفنج دي اللهفه اللي بيبقى لهفه هموت واعمل الموضوع، بص لازم اروح واشوف واتفرج دلوقتي. اللهفه دي لازم ابقى شايف لها حلول. منها بقى حاجة، في ناس بقى بتحب تلعب موسيقى، في ناس بتحب ترسم. برضو أنا نسيت أقول لك إن الهوايات الفنية مهمة جدا. الهوايات الفنية مهمة جدا للتعبير عن المشاعر والتخلص من المشاعر السلبية. يعني ممكن حتى الاستماع للأغاني، لو أنت حزين ممكن تسمع أغنية حزينة تعبر عن مشاعرك خلالها. لو أنت فرحان تسمع أغنية مفرحة فتعبر عن المشاعر. يعني هي طريقة للتعبير عن المشاعر زي الكتابة. ان انت تتعلم آلات موسيقية دي very healthy. ان انت تتعلم الرسم، النحت، الشعر، التمثيل. شايف كل الفنون بأشكالها هي very protective factors against المنتال هيلث والادكشن والكلام ده. فانا لازم بيبقى في لهفة ادور على طريقة ان انا اضيع اللهفة دي. وهي اللهفة دي غالبا هم بتبقى في 3 دقائق. لو قدرت تعمل حاجه في 3 دقائق وتخرج بره اللهفه دي هيبقى الموضوع خلص. عايز تطلع بقى تتمشى، تتصل بواحد صاحبك، تعمل مايندفولنس، تلعب رياضه، تقرا حاجه، تسمع ابيسود على حاجه على اليوتيوب انت بتحبها. يعني تدور على طرق معينه للهفه دي. بس دي التمارين. يعني في طبعا حاجات اعمق من كده، بس دي هتبقى محتاجه بقى مختص، وهتبقى محتاجه ناس يعني هي دي شغلتهم. فانت ممكن يعني اللي هيسمعنا في الحلقه
يحاول يفهم على قد ما نقدر اللي احنا بنتكلمه ويطبق الحاجات دي. لو لقى ان تطبيقها صعب وان في مشكله في ان هو يمتنع عن المواقع دي، ممكن يسيك هيلب. وانا شايف المعالج النفسي هو الطريق الاول للموضوع. لو المعالج النفسي لاحظ ايه ده هو مش بس في ادمان، لا ده كمان في اعراض باي بولر، اعراض ديبريشن، اكتئاب، سكيزوفرينيا، يعني اعراض مرضيه شديده، هبقى محتاج معالج وطبيب نفسي لان هيبقى فيه علاج دوائي للموضوع. طيب يعني يا دكتور، هناك يعني زي ما نقول بيزك ليفل اللي هو الإرادة، أنني أريد أن يعني استنتجت أنني مدمن وأريد الخروج من هذه الحالة. هناك الليفل الثاني الذي هو يعني هذه السلوكات أو العادات اليومية التي علي تعديلها إلى آخره. هناك المعالج النفسي، وإذا كانت رأى أن هناك أعراض لمشاكل نفسية أخرى التي تستدعي طبيب نفسي، بعد ذلك سأذهب إلى طبيب نفسي. وفي بعض الحالات يعني تكون كومبينيشن بين الدواء والعلاج النفسي، وحتى يجب علي أن أقوم بالعادات والتوجيهات المعالج في البيت حتى يكون فعالية العلاج جيدة. صحيح؟ بالظبط كده. طيب. أشكرك يا دكتور. يعني ال- تحدثنا عن الموضوع بدقة كبيرة وحتى الوقت لم يكن طويل جدا. أتمنى فعلا أن المشاهدين أن يستمتعوا كيفما استمتعت، وأن يشاهدوا وأن يضغطوا على الرابط الذي سأضعه الخاص بقناتك، لأنها فعلا قناة رائعة. وأنصح المشاهدين أن يذهبوا إلى فقرات البلاي ليست، حتى يعني لأن هناك العديد من الفيديوهات، حتى هناك فيديوهات بالإنجليزية أنا اطلعت عليها أيضا. فأشكرك دكتور على قبول الدعوة وعلى الوقت، على وقتك. أنا متشكر جدا، شكرا جدا، شكر ليك.